مساء الخير يا دودز واهلا بيكم في قناه بلوت تويست. حلقتنا النهارده هتتكلم عن الافلام اللي هتنزل الشهر ده في السينمات، وهيبقى فيها 9 افلام، منهم 6 افلام مصريه و3 افلام اجنبيه. وطبعا كل عيد اضحى وكلكم بخير وبصحه وبسلامه. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو. نبتدي مع الافلام المصريه. اول فيلم واهم فيلم نازل في السينمات الشهر ده هو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. قصته هتتكلم عن ان بعد ما ولاد رزق انفصلوا هتيجي حاجه من الماضي وتجبرهم ان هم يشتغلوا تاني مع بعض. اكتر حاجه متضايق منها في فيلم ولاد رزق 3 ان داوود والفيشاوي مش هيبقوا فيه، وانا بصراحه كنت بحب دورهم وتمثيلهم في الفيلم ده جدا، بس مع ان ده هيأثر على الفيلم بشكل كبير، ومع ان برضو اغلب الافلام اللي ليها جزء ثالث بتخيش في اغلب الاوقات. بس انا بصراحه متحمس له جدا ومتحمس جدا ان انا اشوف آسر ياسين في الفيلم ده بشخصيه الشاي. نسبه تحمسي لفيلم ولاد رزق، وعلشان انا اصلا بحب السلسله دي، فنسبه تحمسي هي 9 من 10. ميعاد نزول فيلم ولاد رزق 3 هو يوم 13/6. تاني فيلم هو فيلم الملحد، اخراج ابراهيم عيسى وبطوله احمد حاتم، وقصته بكل بساطه هتبقى ان شخص في جماعه ارهابيه ابنه بيلحد، فبيبقى في صراع داخلي مع نفسه هل يقتله ولا لا. الفيلم ده طبعا هيبقى ترند فتره كبيره بسبب ان المخرج بتاعه ابراهيم عيسى بالافكار بتاعته، وبصراحه هيبقى حواليه صداع كتير قوي. نسبه تحمسي ليه هي 7 من 10، والفيلم ده هينزل يوم 16 يونيو. تالت فيلم معانا هو فيلم اهل الكهف، وده هيبقى بطوله خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومحمد فراج، وهيبقى من اخراج عمرو عرفة. وقصه فيلمنا هتبقى بتحكي عن ان 3 من اهل الكهف ناموا وصحيوا بعد 3 قرون، فلقوا نفسهم في زمن مختلف. اعلان الفيلم محمسني جدا بصراحه، وحاسس ان هو يبقى فيلم مختلف وكويس. نسبة ترقبي لفيلم أهل الكهف هي 8.5 من 10. ميعاد نزوله هيبقى يوم 16 يونيو. فيلمنا اللي بعد كده هو فيلم عصابة الماكس، وهيبقى من بطولة أحمد فهمي وأحمد السقا وأسقس. وبصراحة أنا مش بحب تمثيل أسقس خالص ولا أغلب الأفلام اللي هو بيبقى فيها، بس الفيلم ده أنا متحمس له بدرجة كويسة، علشان أحمد فهمي هيظهر فيه بشخصية المكسيكي اللي ظهر فيها في فيلم كازابلانكا. نسبة تحمسي للفيلم ده هي 7 من 10، وميعاد نزوله يوم 13/6. نيجي بقى للفيلم اللي انا مش عارف احدد موقفي منه، متحمس له ولا لا، بصراحه مش قادر احدد. هو فيلم الجواهرجي. بصراحه الواحد زهق من افلام محمد هنيدي ومن مستواه الفتره اللي فاتت، بس اللي محمسني بدرجه كبيره للفيلم وحاسس ان هو فعلا هيكون مختلف هو وجود منى زكي فيه. منى زكي يا جماعه الفتره دي هي اهم ممثله مصريه بدون منافس، فعامه الفيلم ده انا مش هخشه، انا هستنى الناس تخش وتطلع تقول رايها. لو الفيلم ده كويس انا هتفرج عليه، ولو مش كويس مش هنتفرج عليه. بس طبعا زي كل افلام محمد هنيدي، للاسف هنيدي من اكتر الممثلين اللي انا بحبهم، زي كل افلامه هيبقى فيه لجان الكترونيه كتيره جدا. نسبه تحمسي لفيلم الجواهرجي هي 7 من 10، وطبعا ده بسبب وجود منى زكي فيه. اخر فيلم مصري معانا في شهر 6 هو فيلم اللعب مع العيال، هيبقى بطولة محمد عادل امام واسماء جلال. انا بحب الاتنين بس مش هخشه بصراحة. نسبة ترقبي للفيلم ده هي 5 من 10. كده الافلام المصريه خلصت، نخش بقى على الافلام الاجنبي. وبصراحه شهر 6 مش هيبقى فيه افلام اجنبي كتير كويسه، بس فيه 3 افلام مهمين. اول فيلم اجنبي معانا هو بطوله راسل كرو، وهو فيلم اكسورسيزم، وهيبقى فيلم رعب، وهيبقى الجزء الثاني من الفيلم اللي راسل كرو عمله السنه اللي فاتت تقريبا، وهتبقى قصته ليها علاقه برضه بالارواح والشياطين. بصراحه انا متحمس ليه جدا عشان انا بحب نوعيه الافلام دي. نسبه تحمسي للفيلم ده هي 8 من 10، وهينزل يوم 20/6. تاني فيلم أجنبي معانا هو ذا بايك رايدرز، وده هيبقى فيلم من بطولة توم هاردي، وهيبقى بيتكلم ببساطة عن نادي للرايدرز بس بيتحول لعصابة مخدرات. نسبة تحمسي دي بصراحة مش كبيرة قوي، وهي 6 من 10، وهينزل يوم 20 يونيو. اخر فيلم اجنبي معانا هو فيلم كوايت بليس داي 1، وهيتكلم عن اليوم الاول من ظهور الوحوش اللي في فيلم كوايت بليس، وللاسف هيبقى بممثلين مختلفين. نسبه تحمسي دي بصراحه مش كبيره، وهي 7 من 10، وهينزل يوم 27/6. في الاخر يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، ده هيشجعني جدا ان انا اكمل. اشوفكم على خير في مناسبات لاحقه، وسلام.